الحمد لله رب العالمين والحمد لله والصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في كتاب الله في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، مش المفروض إن الأنبياء هم بس اللي يذكروا؟ طب ليه ذكر الله سبحانه وتعالى مريم؟ بس اسمح لي أن أسأل حضرتك سؤال: في من الأنبياء نساء؟ مين؟ لا، بقول من الأنبياء نساء؟ لا مفيش. مفيش. وما أرسلنا، الدليل بقى إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فما فيش نبية، مفيش نبي. طب إيه هنا بقى ليه السيدة مريم البتول ذكرت وسط الأنبياء؟ دي لفتة الثانية. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها. في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. طب ليه؟ أنا الحقيقة أنا اللي جذب انتباهي فيها وفيه. طب ليه؟ عشان تعرف في لمسات بيانية تدل على عظمة وفصاحة القرآن الكريم. مفيش حاجة اسمها سقطة في القرآن، حاجة لغوية مفيش، متلاقيش. والتي أحصنت فرجها إشارة لمين؟ لمريم. والله سبحانه وتعالى ذكر السيدة مريم وذكر حكايتها في سورة إيه؟ آل عمران، وفي سورة مريم وسماها باسمها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وفيها. طيب، مريم كانت لها آيات. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ وكذلك سيدنا عيسى كانت له آيات. جعل الله سبحانه وتعالى الاثنان آية للعالمين. آية مش معنى آية واحدة، آية نكرة للتعظيم. كفاية الآية بس اللي هم يجيبوا بيها. إيه هي؟ آية إن السيدة مريم الله تبارك وتعالى نفخ وأرسل جبريل عليه السلام من السماء فنفخ في جيبها، فحملت بإذن الله تبارك وتعالى بعيسى ابن مريم. أنت عارف الجيب بتاعها كان فين؟ احنا بنفهم الجيب غلط. فين الجيب؟ لا، هنا هو ده الجيب. الدليل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى جعل هذه آية من آيات الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى جعل عيسى ابن مريم بأم بلا أب، فهو ليس ابن الله، بل هو آية الله تبارك وتعالى. والتي أحصنت فرجها إشارة إلى مريم البتول التي أحصنت فرجها أن يمسه أحد بأي شيء في أي فاحشة، حتى أنكر عليها قومها واتهموها بالفاحشة، والله تبارك وتعالى من قولهم براء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. هنا فيها وهناك فيه في سورة التحريم. ليه؟ ربنا قال هنا والتي أحصنت فرجها، الخطاب عام، الخطاب عام لم يخصص. فلما يكون عام يناسبه ويلائمه فيها كلها، يعني لأن هو أصلا الخطاب بدايته إيه؟ عام، فيلائمه ويناسبه فيها، يعني كلها على بعضها. أما في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران، تخصيصها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. ليه؟ لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى خصص وذكر مين؟ مريم.
فلما خصص فهو الإشارة اللي فيه هنا عايدة على مين؟ على مريم، عايدة على مريم بالأخص. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة اسمها قدامه ازاي، ما فيش حاجة اسمها طب تيجي ازاي، ما فيش الكلام ده. مع بعض احنا كبشر اسأل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع أعوج في صدر من؟ آدم. ثم خلق الله سبحانه وتعالى هذه الذرية من آدم وحواء، يعني الذرية بتاعتنا من آدم وحواء، من رجل وامرأة، من أب وأم. تمام؟ طب فين آدم؟ خلق آدم فين؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى كان بيستشهد بهذه الأدلة، إن طب أنتم مستغربين، طب ما سيدنا آدم مين اللي خلق؟ فين الأب؟ فين الأم؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لازم المسائل العقائدية دي نربيها في قلوبنا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ابنها مين؟ اللي هو عيسى بن مريم آية للعالمين. مريم لها آيات، وابنها مريم وابنها عيسى له آيات. مريم كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، وكانت تأتيها الخيرات. حتى زكريا لما كان يدخل عليها المحراب تلاقي ما شاء الله خيرات. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومريم وعيسى بن مريم كان يداوي العليل المريض، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويشكل الطير ويخلق الطير. تمام؟ فهذه آيات. أعظم آية أن الله تبارك وتعالى خلق عيسى بلا أب، بأم بلا أب. فهذه عقيدة المسلمين، والتي تلقيناها بالقبول إلى أن نلقى الله عز وجل يوم الدين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين، أي للخلق أجمعين. الله أسأل في كبريائه وعنيائه أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا يوم القيامة. الأب الفاضل اللي بيردني من خارج الصفوف، يعني ورا الصفوف، جزاه الله خير. أنا عارف إنه بيحب بيغار على القرآن، بس حتى لا يشوش على في واحد بيفتح ورايا، جزاه الله خيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما رده يعني في ميزان حسناته. بارك الله فيه وبارك في سامعه وناقله وحافظه. جزاكم الله خيرا.